لكل إنسان حب مختلف، وأحيانا يكون هذا الحب مبدعة يتم بعمل جميل. دنيا علي التي تبلغ من العمر 22 عاما تعيش في منطقة قركيلكا التابعة لمقاطعة قامشلو شمال وشرق سوريا. افتتحت كافيه باسم باريستا كافيه في سوق قركيلكا منذ 5 أشهر. وجدت حبها في هذا العمل. تبيع جميع أنواع القهوة من القهوة العادية والقهوة الحلوة والبن البري والقهوة سريعة التحضير، وكذلك الأكواب، أكواب القهوة في المتجر أي الكافيه. لقد دربت نفسها على مطحنة البن وصنعها بخبرة كبيرة. فيما يتعلق بعمل دنيا علي وعملها في الكافيه، قمنا بزيارتها وتابعنا عملها. تحدثت لنا دنيا علي عن فكرة افتتاح مقهى أو الكافيه الخاصة بها، وأعربت عن حبها لهذا العمل. أهلا وسهلا فيكم بمحل باريستا كوفي. أنا اسمي دنيا وتقريبا عم نشتغل هون من 5 شهور. شغلنا كتير هون كتير حلو، وكان الهدف إنه من فتح المحل إنه كنا نحب القهوة كتير، وشفناها فكرة غريبة وحلوة بنفس الوقت، ويعني رح تجذب كتير ناس. أنا وفي مجموعة تانية بالبيت طبعا. أنا هون بالمحل وهن شغلهم بالبيت، لأنه هن قسم الهدايا، إنه هن عم نساوي هون هدايا وقهوة. طبعا طلبيات موجودة بكل الأماكن والمناطق. يعني نوصل. طبعا باريستا كوفي في 3 أنواع قهوة معروفة كتير: قهوة الغامقة تجي، وقهوة الوسط، والقهوة الشقرة. طبعا الهيل حسب رغبة الزبون، إنه في ناس أذواق يحبوها بهيل وفي ناس ما يحبوها بهيل. بعد القهوة عندنا كمان الأكواب والفناجين، يعني كل الشغلات اللي تختص بالقهوة موجودة عندنا، بما فيه الشوكولا والبسكوت. طبعا الشوكولا من مشتقات القهوة، مشان هيك جبناها. وضمن الشوكولا وهالشغلات كمان في عنا أنواع محددة للقهوة. يعني الشوكولا خاص بالقهوة، يعني هاي الشوكولا منجيبها من برا، يعني هاي مو موجودة بالمحل، على طلب الزباين منجيبها. في إقبال كتير، وخاصة لأنه القهوة يعني محبوبة لدى النساء، وخاصة النساء بيجوا والبنات، وهالفئة كتير يعني حبوا هالفكرة وحبوا هالشغل كتير. أنا كتير كنت بحب القهوة، وكنت كتير بتمنى انه اشوف هون محل بس مختص بالقهوة، وانا حبيت الشغل هون وكتير يعني حبيت الاجواء وحبيت الفكرة.